مرحبا أصدقائي الأعزاء، ومرحبا بكم في قناتي الممتعة حيث الخيال العلمي والتشويق. سأقدم لكم اليوم قصة فريدة من نوعها من حيث الخيال العلمي والمغامرات المشوقة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جميع الأحداث القصص والروايات القادمة. قصتنا اليوم ليس بمثل غيرها من القصص، لذلك استعد جيدا للخيال. السفر عبر الزمن. كان يوما عاديا في حياة مايكل، الشاب الطموح الذي كان يعيش في مدينة صغيرة. كان يعمل في مكتب تجاري ممل، وكان يحلم بمغامرات أكبر في حياته. وفي يوم من الأيام وجد مايكل كتابا قديما قامدا في سوق السلع المستعملة. عندما فتح الكتاب اكتشف أنه كان دليلا على كيفية السفر عبر الزمن. كان الكتاب مليئة بالرموز والرسومات الغريبة، لكن مايكل لم يستطيع أن يفهمها تماما، ومع ذلك لم يستطيع مقاومة الفضول والرغبة في اكتشاف المجهول. قرر أن يتعلم المزيد عن السفر عبر الزمن ويجربه بنفسه. قضى مايكل أسابيع دراسة الكتاب ويستعد للمغامرات. قام بجمع الموارد والأجهزة التي ستساعده في رحلته عبر الزمن، وأخيرا حان الوقت للانطلاق. وقف مايكل أمام آلة الزمن التي اخترعها بنفسه، وهو يشعر بالتوتر ممزجا بالحماس. ضبط المعدات وأدخل المعلومات اللازمة، ثم ضغط على زر البدء. شعر بدوامة قوية تجتاز جسده، وفي لحظة واحدة وجد نفسه في مكان غريب. كان المنطقة التي وجد نفسه فيها تبدو واقعية للغاية. كانت هناك شوارع معبدة بالحجارة ومبانٍ قديمة تحيط به، وحينما نظر حوله لم يستطيع أن يصدق ما رآه. كان في القرون الوسطى. كان الناس يرتدون ملابسا مختلفة تماما عن ملابس العصر الحديث، وكانت العربات تجرها الخيول تمر بجانبيه. كانت المشهد أكثر واقعية مما يمكن أن يتخيله مايكل، لكنه على الرغم من ذلك اندهش وتعجب بالتكنولوجيا الحديثة لآلته وقدرتها على السفر عبر الزمن. قرر مايكل الاستمتاع بالمغامرة واستكشاف هذا العالم الجديد الذي توجد به. تعلم اللغة والعادات المحلية وأصبح جزءا من المجتمع. قابل أشخاصا مثيرين للإعجاب، بما في ذلك شخصا يشبهه إلى حد كبير يدعى ميشيل. وبعد قضاء بضعة أشهر في القرن الوسطى بدأ مايكل يشعر بالحنين لعصر الحاضر. كان يفتقد عائلته وأصدقائه وحياته اليومية. قرر مايكل إنه حان الوقت للعودة إلى العصر الحاضر، ومع ذلك كان يعلم أن عملية العودة ليست سهلة. كان عليه أن يجد طريقة لتشغيل الجهاز في وقت محدد وفي مكان المناسب. باستخدام معرفته الجديدة ومهاراته المكتسبة بدأ مايكل في تجهيز نفسه للرحلة. قام بالتعاون مع ميشيل وباقي الأصدقاء الذين تفاهموا في القرن الوسطى للعمل بتطوير الآلة الزمن المحصنة. بعد أشهر من عملية إيجاد والتجارب المكثفة تمكن مايكل وفريقه من تحسين آلة الزمن بشكل كبير. وفي يوم من الأيام وجد نفسه جاهزا للعودة إلى وقت الحاضر. وقف مايكل أمام آلة الزمن المحصنة وشعر بمزيج من الفرح. كان سعيدا لعودته إلى عصر الحاضر، ولكنه كان أيضا حزينا لأنه سيفتقد أصدقاء الجدد والتجارب الرائعة التي عاشها في القرن الوسطى. انتبه الزمن والمكان، وعندما ضغط مايكل على زر البدء شعر بدوامة تحيط به مرة أخرى. وعندما تلاشت الدوامة وجد نفسه في غرفته. كان مايكل يشعر بارتياح لعودته إلى وقت الحاضر مع الحفاظ على ذكرياته الثمينة في رحلته في القرن الوسطى. قرر مايكل أن يحتفظ بالكتاب القديم كتذكار لتلك الرحلة المشوقة. كانت المغامرة العجيبة في السفر مايكل عبر الزمن لم تنتهي بعد عودته إلى وقت الحاضر. أصبحت هناك رغبة شديدة في قلبه لاستكشاف المزيد من العوالم والعصور. قرر أن يواصل رحلته عبر الزمن ويكتشف المزيد من الأسرار المخفية في العالم.
قام مايكل بتحسين آلته للسفر عبر الزمن وزاد من قدراتها. عمل مايكل بجد لفهم الرموز والرسومات في الكتاب القديم الذي وجده في السوق. قضى ساعات طويلة في البحث والاستكشاف، وأخيرا استطاع فك الشفرات المكتوبة وفهم الطريقة الصحيحة للتحكم في آلته. بعد أشهر من التحضيرات والتجارب قرر مايكل أنه حان الوقت لمغامرات جديدة. هذه المرة قرر أن يذهب إلى عصر مصر القديمة. كانت مصر القديمة تمتلك ثقافة وتاريخا غنيا، وكانت محطة اهتمامه الكبيرة. وعندما وصل إلى مصر القديم وجد نفسه في أرض الفراعنة. كانت الأهرامات الضخمة تحيط بها من كل جانب، والنيل يجري بجوارها بكل روعته. كان مايكل مندهشا بشكل لا يصدق من العمارة الرائعة والتقنيات المتقدمة التي استخدمها الفراعنة في بناء المعابد والأهرامات. طبعا هذا كله في خيال فقط، حتى الآن لا نعلم كيف تم بناء الأهرامات. المهم، قرر مايكل استكشاف الأهرامات والكهوف المخفية تحت الأرض. حاول فهم الأسرار الحضارة المصرية وتعلم لغتهم القديمة. التقى بفراعنة وتعلم منهم عن تقاليدهم وعاداتهم. بدأ يشعر بأنه جزء من هذه الحضارة القديمة، وأنه يعيش حقبة زمنية مختلفة تماما. وبينما كان يتجول في كهوف مظلمة تحت الأهرامات، وجد ممرا سريا يؤدي إلى غرفة قاملة. دخل الممر وأتبعه حتى وصل إلى غرفة سرية، وهناك اكتشف مايكل مفاجأة لا يصدق. كانت الغرفة تحتوي على آلة زمنية أخرى، لكنها كانت أكبر بكثير وأكثر تعقيدا من آلته الأولى، وقد تم تشغيلها وكانت تعمل بشكل مثالي. لم يستطع مايكل تحمل فضوله والرغبة في استكشاف أبعد من الزمن واكتشاف المزيد من العوالم. قرر أن يستخدم آلة الزمنية الجديدة للذهاب إلى العصور الوسطى واستكشاف حياة الفرسان والقلاع الضخمة. وبهذه الطريقة انطلق مايكل في رحلته الزمنية الثانية. وصل إلى العصور الوسطى، وجد نفسه في مملكة كبيرة مليئة بالقلاع الحصنة والفرسان المسلحين. استطاع مايكل مشاهدة البطولات والمعارك الشرسة بين الفرسان، لكنه لم يكتفي بذلك فقط. أصبح لديه شغف جديد لزيارة العصر النهضة. تعرف على العلوم والفنون الراقية التي ازدهرت في ذلك الوقت باستخدام آلته الزمنية الجديدة. وصل مايكل إلى إيطاليا في القرن الخامس والعشرين. تجول مايكل في شوارع فلورنسا ووقف أمام أعمال فنانين عظماء مثل ليوناردو ومايكل أنجلو، وتعلم منهم واستوحى إبداعاتهم. كانت النهضة فترة مثيرة من الابتكار والتطور، وأدرك مايكل أنه محظوظ للغاية لأنه يعيش في هذه اللحظة التاريخية. واصل مايكل رحلته الزمنية المدهشة وزار العديد من العصور والحضارات المختلفة. استكشف الحضارة الإغريقية القديمة وتعلم من حكمائها، ثم ذهب إلى عصر الاستكشاف واستكشف العالم الجديد مع كولومبوس. وكلما زادت رحلته زادت رغبته في المعرفة والتعلم. في كل مكان زاره قام مايكل بتوثيق رحلاته ومغامراته في كتاب يحمل عنوان رحلات عبر الزمن، استكشافات المدهشة. أصبح الكتاب مصدر إلهام للعديد من الأشخاص حول العالم، وأثر بشكل كبير على الثقافة والتاريخ. وإلى هنا تنتهي قصتنا مع مايكل ويتوقف الخيال. إذا أعجبكم القصة اكتبوا لي آرائكم واقتراحاتكم في التعليقات.